Buon salve a tutti, benvenuti nella quinta puntata del nostro corso A1 per chi vuole imparare l'italiano. أهلا بيكم. النهاردة الحلقة الخامسة من السلسلة بتاعة الكورس رقم 1 A1 في اللغة الإيطالية، أو بنسميه أساسيات اللغة الإيطالية. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الماسكيلي وقلنا ازاي أعرف الكلمة إذا كانت ماسكيلي ولا لأ، وامتى تبقى، وازاي ماسكيلي سنجولاري هي ايه والفيمينيلي والبلورالي تبقى ايه. النهارده هنتكلم مع بعضينا في حاجه سهله جدا وبسيطه جدا وهتحبوها جدا، اللي هي الفيمينيلي. الفيمينيلي اسهل بكتير من الماسكيلي، وده حاجه غريبه ما بتحصلش كتير، خلي بالكم ان المؤنث يبقى اسهل من المذكر. الكلمه الاساسيه او النهايات زي ما قلنا، انا بعرف الكلمه ماسكيلي ولا فيمينيلي، النوع بتاعها، خلينا نتكلم عن النوع بتاعها، بعرف منها من اخر مقطع في الكلمه، اخر حرف او اخر حرفين او اخر 3 ساعات. في الفيمينيلة الاساسي الشريحه الكبيره من الكلمات الفيمينيلة اخرها فاي كلمه اخرها هي فيمينيلة سينجولاري، مؤنث مفرد. زي ما قلنا فيمينيلة يعني مؤنث، سينجولاري يعني مفرد. طب جمع بلورالي. يبقى اول حاجه لما الكلمه تكون نهايتها دي فيمينيلة سينجولاري. طيب حاجه زي اخرها مثلا اللي ممكن خدناه في الحاجات اللي فاتت، برافو. كازا يعني منزل، كازا يعني منزل، اخرها طب دي كازا دي يعني فيمينيلة سينجولاري، حلو خالص. طيب الفيمينيلة بلورالي بقى هتتحول ايه؟ في السينجولاري دايما بتتحول ايه في البلورالي، فبقت كازا منزل، منازل، كازي برافو، برافيسيمو. راجاتسا يعني بنت، راجاتسا. طيب راجاتسا يعني بنت، اخرها حلو، دي فيمينيلة. طيب البلورالي بتاعها راجاتسي برافيسيمو. طيب انتهت على كده وخلاص؟ لا طبعا. قالت اشمعنى الماسكيلي ساعات بينتهي بحرف الايه وليه شواذ، احنا كمان عندنا شواذ ومش احسن منه وبننتهي برضه بحرف الايه. زي ما اتفقنا في الماسكيلي، في الفيمينيلي نفس الكلام. في كلمات اللي بتنتهي بحرف الايه متقسمه لاتنين، حاجه ليها قاعده وحاجه ملهاش قاعده. اللي ليها قاعده خلينا في الاول، خلينا قاعده اي كلمه فيمينيلة او اي كلمه بتنتهي بمقطع ايوني او تسيوني او ايوني، ده فيمينيلة سينجولاري. عندي مثلا ستاجوني بتنتهي بحرف ايوني، تمام، دي ايه؟ دي فيمينيلة سينجولاري. ستاجوني يعني سيزون، فصل الشتاء، فصل الخريف، او حتى السيزون كالموسم، يعني هو موسم. ده ستاجوني بتنتهي بحرف الايه فيمينيلة. طب البلورالي بتاعها دي سينجولاري، البلورالي بتاعها بيبقى ايه؟ دايما الايه في السينجولاري بتتحول اي في البلورالي، دايما الايه في السينجولاري بتتحول اي في البلورالي. حلو. طب ستاجوني سينجولاري بلورالي، ستاجوني، حلو جدا. طيب لو عندي مثلا كلمه بتنتهي بتسيوني، ودي هتلاقوها كتير جدا في الايطاليه، زي ليتسيوني يعني درس، ليتسيوني ده اخرها تسيوني دي درس، ده سينجولاري. طب البلورالي ايه؟ برافيسيمي. زي ما قلنا الايه دايما في السينجولاري بتحول اي دايما في البلورالي، فليتسيوني هتبقى ليتسيوني. حلو جدا. خلاص كده. لا، عندنا مقطع تاني، مقطع ايتشي، زي مثلا لافاتريتشي او اتريتشي. ايتشي اخرها ايتشي، ده مقطع سينجولاري فيمينيلة. طيب في البلورالي برافيسيمي، الايه بتتحول دايما ايه، شطار جدا. طيب لافاتريتشي اللي هي غساله، في غساله اوتوماتيك مثلا، او غساله عامه، لافاتريتشي، حلو جدا. طب اتريتشي يعني ممثله، هتبقى ايه؟ اتريتشي
برافيسيمي. خلاص كده خلصت؟ لا، في كلمات بتنتهي بحرف الاي ملهاش اي قاعده، زي مثلا مادري، مادري اللي هي لوتشي، لوتشي يعني نور. في طبعا كلمات تانية كتير بتنتهي بحرف الاي، هنعرفها واحده واحده مع بعضينا اذا كانت ماسكيله او فيمينيله. طيب لوتشي، لوتشي يعني نور، البلورالي بتاعها ايه؟ برافيسيمي، الايه بتتحول ايه؟ هيبقى لوتشي، لوتشي. طيب مادري، مادري يعني امهات، مادري، مادري، برافو. في خلاص كده خلصت؟ لا، في اخر حاجه عندنا مثلا مقطع تي عليها تشنتو، تا زي تشيتا، تشيتا، اونيفرسيتا، فاكولتا، ليبرتا، فيلوتشيتا، كل ده مقاطع تا. طيب دي ظروفها دي ولا ايه ولا هتبقى في بلورال ازاي؟ دي عليها تشنتو، دي مش حرف فدي ما بتتغيرش، فدي سينجولاري وبلورالي زي بعض. يعني تشيتا مدينه، مدن تشيتا. طب بعرف ازاي؟ هفهمها ازاي؟ هفهمها من صياغ الجمله ومن الارتيكولو، من اداه التعريف اللي هنعرفها المره الجايه ازاي بحطها قدام الكلمه. لو اداه تعريف سينجولاري هتبقى سينجولاري، لو اداه تعريف بلورالي هتبقى بلورالي. تمام؟ يبقى كده احنا كده خلصنا الفيمينيله. عرفنا في الاخر، هنخلينا كده ناخد ثوابت اساسيه، ان لو الاو طبعا في الماسكيل الاو، وفي بعض الكلمات القليله جدا اللي في الميليلي هنشوفها واحده واحده قدام، الاو بتتحول في الاو في السنجولاري بتتحول في البلورالي اي دايما، والاي بتتحول دايما في البلورالي اي، برافو. بتتحول دايما في البلورالي اي، برافيسيمي، حلو خالص. عندنا مقطع لذيذ كده شويه، مقطع ايستا. لو الكلمه انتهت بمقطع ايستا هيقول لك فيها هتبقى فيمينيله. لا، عندي مثلا بيانيستا، توريستا. بيانيستا اللي هو اللي بيعزف بيانو، او توريستا اللي هو السائح. طيب ده فيمينيله ولا ماسكيل؟ ده الاثنين. يعني ايه؟ يعني انا عايز اقول شفت توريستا ولد، هحط الارتيكولو بتاع ولد. طب الجمع بتاعها هتبقى ايه؟ لا مش تبقى ايه، هتبقى هتبقى ايه؟ طيب هتبقى ايه؟ لا مش تبقى ايه، على حسب. يعني لو الجمع ماسكيله تتحول اي، زي ما فاكرين مقطع ما بروبليما. طيب لو فيمينيله تتحول ايه عادي خالص. فتوريستا ممكن ولد او بنت. طب الجمع توريستي جمع ماسكيله، توريستي جمع فيمينيله. بيانيستا نفس الكلام، لو بيانيستا ولد او بنت هو بيانيستا، ما بيتغيرش حاجه خالص، بغير اداه التعريف. طيب في الجمع، لو عزاف بيانو ولاد ماسكيله تبقى بيانيستي. طيب لو بنات بيانيستي. خلاص. طبعا في معلومات كتيره جدا ممكن نتكلم منها للصبح في الحاجات ديت، لكن خلينا واحده واحده عشان ما نتلخبطش. عيدوا الفيديو على قد ما تقدروا عشان تفهموا اكتر القواعد. الفيديو ده والفيديو اللي فات بتاع الماسكيله هجيب لكم اللينك هنا. اتعلموا اكتر، افهموا اكتر عنه. دي اساسيات يا جماعه، لو احنا عرفناها هنرتاح بقيه الفتره او تعليمنا للغه الايطاليه. فمي raccomando fate mi piace, fate like, condividete, fate share il video, vi iscrivete al canale, fate subscribe, واعملوا شير للفيديو او اعملوا شير على البيج بتاعتكم على الفيس، على الانستجرام، على اي سوشيال ميديا تاني. هتلاقوا تحت في الانستجرام بتاعنا والفيسبوك بتاعنا واليوتيوب هتلاقوه موجود. شيروها على قد ما تقدروا عشان الناس تستفيد، وتعليمنا يوصل لكل الناس. لو عندكم اي استفسار او اي حاجه نون فيزيتات ديسكريفيرشي، اكتبوا لنا اللي انتوا عايزينه او اللي انتوا عايزين تعلموه، وان شاء الله في اقرب وقت هنعمله لكم. Arrivederci e ci vediamo alla prossima volta.